في عالم اليوتيوب يبرز مصطفى المومري كشخصية مميزة ومثيرة للجدل، يشتهر بقناته المميزة ومحتواه الذي يعكس تفاعله مع القضايا السياسية والاجتماعية. مؤخرا أثار المؤمري الجدل من جديد بإصداره لكليب يحمل عنوان مسيطرة، الذي يتناول قضية حساسة تتعلق بالعلاقات بين الحكام العرب وإسرائيل. تمتاز قناة مصطفى المومري على اليوتيوب بالمتابعة الكبيرة من قبل الجماهير العربية والعالمية، حيث يعتمد المومري في محتواه على التوعية والتثقيف بالإضافة إلى تناوله القضايا السياسية بشكل جريء ومباشر. كليب مسيطرة الذي أصدره المومري قبل يومين يناقش بشكل علني ومباشر تسليم بعض حكام الدول العربية لمصالح إسرائيل، مما أثار ردود أفعال متابعينه بين المشاهدين والمتابعين. فالبعض رحب بجراءة المومري في طرح هذه القضية المهمة، بينما اعتبره آخرون أن الموضوع يحتاج لمزيد من التوازن والتأني في العرض. يتميز إداء مصطفى في الكليب بالإبداع والاحترافية، حيث استخدم مصطلحات وصورا توضح الرؤية التي يريد التعبير عنها بوضوح، ولكن هذا لم يخلو من الانتقادات، حيث اعتبر البعض أن المومري اتخذ موقفا جريئا للغاية في تناول هذه القضية الحساسة. من المهم أن نذكر أن المصطفى المومري ليس جديدا على المواقف المثيرة للجدل، حيث سبق له وأن تناول قضايا حساسة ومثيرة للاهتمام بشكل منهجي على قناته. يعكس هذا المومري كيف يمكن للمحتوى الرقمي أن يؤثر على الرأي العام ويشكل نقاشات هامة في المجتمع. باختصار، يظل مصطفى المومري شخصية مميزة في عالم اليوتيوب، يجسد بقراءته وإبداعاته كيف يمكن للمحتوى الرقمي أن يلعب دورا هاما في تسليط الضوء على القضايا الهامة والمثيرة للجدل، مما يجعله محل إعجاب واهتمام كبيرين من قبل متابعيه. في ختام هذا التقرير، يظهر مصطفى المومري بوضوح كيف يمكن لليوتيوبريين أن يكونوا عوامل تأثير قوية في عالم الإعلام الرقمي من خلال تناوله القضايا المهمة والمثيرة للجدل بشجاعة واحترافية. يعتبر كليب مسيطرة أحدث عمل يثير الانتباه إلى المسائل السياسية المعاصرة، ويعكس تطورا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل والآراء. وعلى الرغم من التقاطه الأنظار للجماهير، فإن المومري يثير أيضا النقاش والانتقاد، مما يبرز أهمية الحوار المفتوح والمتوازن حول القضايا السياسية الحساسة. بفضل جهوده يشجع المشاهدين على التفكير بشكل أعمق في القضايا المعاصرة والتحلي بالوعي السياسي. باختصار، يستحق مصطفى المومري الاعتراف بسهامته في تشكيل المناظر العامة وإثارة الوعي بالقضايا الهامة، ويتوقع أن يستمر في تقديم محتوى مثير للجدل والفكر للمتابعين في المستقبل. في الأخير مشاهدينا الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس. تحياتي.